السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا مرحبا بجميع متابعينا. باهي شباب، بالله خلينا نحلوا قوس صغير. يا ودي الاستهتار ليش؟ ليش تستهتر بحاجة هي تافهة بالعوض باش تبدل تتكلف لك ما غير ما نبقوا نذكروا في القداش سومها وكل شيء حكاية فارغ، خاطر كل واحد ربي يعينه كيفاش يخدم. تجي تحط انت باش تجتهد من عندك، تزيد تضيع روحك، تولي لك في تركيح قصعة وكذا وكذا وبرشا خدم اخرى. يا خويا تجيك في تبديل تبدل وانت مرتاح خويا نفسها. شوف حط عليها بابي الومنيوم، كي تنحيه هاكا تختم. سامحوني تو نزيد لكم في الصوت. إلى داخل القطاع. هذا التفسير يأتي إذا ما عرفنا أن الجيش الإسرائيلي قبل 4 أيام كان واضحين من جديد حي الزيتون. نعاود نرجعوا الباص الألمنيوم. ألمنيوم اسمه ألمنيوم، يعني على خاطر انت منكوب خويا، يتبدل فرد المرة، يتخليها هكا خويا وتستنى حتى اللي تضرب، ولا الله اعلم، ولا تعمل لها حاجة اخرى بلاستيك مش ألمنيوم. ان شاء الله تكون افادة للناس الكل. وميساج هاوك خويا، نحاولوا نجتهدوا بالمعقول، مش نجتهدوا بحاجات اللي هي باش تعمل كيما يقولوا فيها عازل. السلام عليكم.